لا يا جماعه، لا والله مش كده خالص. على فكره قبل اي حاجه عايزك تنزل تعمل اشتراك في القناه علشان اللي جاي ان شاء الله ما يفوتكش منه اي حاجه، ده مبدئيا. واخيرا يا معلم نزل الاصدار الثاني من نانو بنانا واللي هيكون باسم نانو بنانا برو. وقبل ما اخش معاك في اي تفاصيل بقى عايزك تبص على الصوره المصغره اللي انا حاططها لك في درس النهارده او في حلقه النهارده دي. وعايز اقول لك برده ان انا عملتها بتكه زرار من نانو بنانا 2. طيب بس كده؟ لا طبعا. بص يا سيدي، دلوقتي بقيت تقدر تعمل شعار او مخطوطات او اي كلمه باللغه العربيه بدون اي مشاكل تماما. وكمان لو حبيت تضيف التشكيل على الكلمه هيديك تشكيل مظبوط بنسبه 100%. واللي جايبه لك النهارده انا متاكد ان هو مش 10% حتى من اللي بيقدموا الاصدار ده، ولكن انا حبيت اجي اديك الحاجات اللي انا جربتها مع نفسي وانت عليك الباقي. فبس يا سيدي قبل ما اروح على هناك زي ما قلت لك ما تنساش اشتراك في القناه، والاهم انك ما تنساش انك تصلي على النبي ويلا بينا. طيب بص بقى يا سيدي، علشان تاخد التجربه المجانيه الكامله هتبدا تاخدها من موقع لافارت اي اي اللي قدامك ده، واللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. اول ما تخش على الموقع هيبدا يقول لك طبيعي حط الجيميل بتاعك، حط الجيميل بتاعك وما تقلقش عادي، يعني سجل دخول بالجيميل. هنا بيبدا يديك 100 كريدتس عادي زي ما انت شايف كده. فانا عايز اقول لك انا جربت كتير جدا، ولما جيت بصيت لقيت ان ال100 دول ما نقصوش اي حاجه، ولكن لما فضلت اجرب اكتر واكتر بدا يقول لي ان انت خلاص زيرو لازم تغير الجيميل. مش عارف بقى اذا كان ده بيتجدد كل يوم ولا لا، يعني انا هسيبك انت تجرب انت الموضوع ده. حلو. طيب اول ما هتفتح الموقع وتحط الجيميل بتاعك هتلاقي الموقع بالواجهه اللي قدامك دي. اي بروجكت بتشتغل عليه بيكون موجود تحت هنا او اللي انت اشتغلت عليهم قبل كده، لكن لو انت عايز تبتدي من جديد هتبدا تيجي بقى على القائمه دي. اللي هتعمله هنا انك هتبدا تضغط على الشكل اللي هنا ده، وهتبدا تلاقي اكتر من اداء تقدر انك تجربهم عادي جدا بالشكل اللي قدامك ده. بص بنسبه كبيره التجربه المجانيه مش هتبقى لفتره طويله، يعني غالبا ممكن تبقى شويه، ولكن من دلوقتي لحد لما تبقى التجربه باشتراك خلينا نستفيد اقصى استفاده ونجرب كل التجارب اللي ممكن نعملها. فبس يا سيدي تعالى بقى ايه، اول ما تضغط هنا هتبدا تعلم على نانو بنانا، مش ده، لا اللي هو البرو فقط، وشيل اي علامه صح، يعني انت علم بس هنا كده. لو اوتو دي شغاله اطفيها، ومن هنا هتبدا تكتب له اي حاجه ممكن تحضر في بالك. زي مثلا هبدا اقول له انا ببدا اكتب تفاصيل صغيره، يعني مثلا هبدا اقول له ايه، محتاج جمله عروض الصيف تكون تحت بعضها مش سطر واحد بشكل مجسم، وتكون الجمله احترافيه جدا كانها معموله على برنامج بلندر، ويكون عليها توزيع اضاءه احترافي وشادو، ويكون الفونت كمان في لعب وحركات، ويكون في عناصر حوالين الكلمه بتدل على الصيف والمصيف وكده. طب لو انا عايز اكتر من تناول هبدا اقول له ايه بقى، ومحتاج 5 تناولات يكونوا منفصلين عن بعض. بس يا سيدي تعالى بقى ندوس، بس خلينا ناخد البرومت ده كوبي بالشكل ده، وهقول لك ليه. لان انت لما بتدوس بيوديك لصفحه تانية بالشكل ده. لما بتيجي تدوس هنا وركز في الخطوه دي، لما بتيجي تدوس هنا كده بتلاقي ان هو شغال لك علامه الاوتو بالمنظر اللي هو اللي انت شايفه قدامك ده. فاحنا ممكن نوقف نعمل ستوب بالشكل ده، تمام. واللي هعمله هنا ان انا هطفي علامه الاوتو، وركز في الخطوه دي مهم جدا علشان النتائج تطلع لك قويه وتطلع لك من نانو بنانا برو مش من الحاجات التانية. خلاص انا علمته والدنيا تمام. تعالى بقى بينا احط له البرومت تاني او الكلام اللي انا قلته له، وتعال نشوف النتيجه مع بعض. هنا بيبدا اهو يشتغل على ال5 نتائج، وهنا بيقول لك المفروض تستنى دقيقتين، بس هو مش بياخد دقيقتين، هو بياخد اقل من كده بكتير، ولكن خلينا نشوف. ربنا ما عندي وصف، والله ما عندي وصف اقوله غير ان انا عايزك انت تندهش معايا. الحاجات دي انا اول مره اشوفها معاك، يعني انا عملت حاجات كانت اضعف من كده او حاجات اقل من كده في الكواليتي، تمام. انا عايزك انت تشوف، يعني تعالى نفتح النتيجه الاولى، تمام. سيبك من النتيجه الاولى، يعني تعالى نبص على النتيجه دي. ايه ده بجد؟ انت عندك اي تفسير للي بيحصل ده؟ طب سيبك من دي، جامده اللغه العربيه يا جماعه، ما فيهاش غلطه. طب سيبك برده من دي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الجمدان، حلو قوي قوي قوي. طب سيبك من دي، اوبا. بص بقى هنا الخط الحر مع تشكيله خفيفه، هي الهمزه هنا ما كانش لها لازمه قوي، بس لا يا عم، لا 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 موضوع يا جماعه، لا مش طبيعي بجد، والله ما طبيعي بجد. طيب تعال نجرب حاجه تانية، ماشي. هبدا مثلا اقول له محتاج شعار يكون باسم اكله هنيه تحت بعضها، ويكون الشعار بستايل طريقه النوبه والالوان بتاعتهم الجميله، وتكون الجمله او الشعار على خلفيه بسيطه جدا للعين، ومحتاج 5 تناولات مختلفين ومنفصلين عن بعض، ومحتاج، وركز بقى، الكواليتي تكون 4K. حلو قوي ده، وهتاكد ان انا خلاص معلم على نانو بنانا. بصوا يا جماعه التحديث ده او الاصدار ده من نانو بنانا، عايز اقول لك ان هو هيكون طفره في عالم الذكاء الاصطناعي والاي اي. انا اقسم بالله في كل تجربه بجرب انا فعلا بندهش اندهاش مش طبيعي. وزي ما قلت لك ان ده مش هيكون 10%
قويه اكيد لان احنا ما حدش فينا لحق يجرب حاجه، يعني انا نفسي ما لحقتش اجرب اي حاجه غير الحاجات اللي انا جاي اقول لك عليها دلوقتي. بس لسه ممكن نعمل حلقه تانية مثلا الم لك بقى كل التريكات والبرومتات والحاجات القويه زي ما انت عارف كده، زي ما عملنا قبل كده في فيو 3 والكلام ده. فاتقل الجاي اتقل، وما تنساش اشتراكك في القناه. تعال بينا نشوف. لو جات لك الرساله دي اعمل سكيب عادي، مش فيهاش اي مشكله. بص كده، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الجمال، على التحفه، على الروقان، على الخط، على الالوان، على التشكيل. بس انا ما عنديش حاجه اقولها، والله انا ما عندي حاجه اقولها. لو انت عندك انت قول براحتك. ايه ده؟ طيب تعالى نكتب حاجه تانية. طيب تعالى هقول المره دي محتاج كلمه نانو بنانا تكون معموله بالموز، وتكون الكلمه مجسمه بشكل احترافي جدا وكانها حقيقيه. محتاج تفاصيل قويه تبرز تفاصيل الكلمه وكانها معموله بالموز حقيقي، وتكون على خلفيه سوداء وخمس تناول، كل الكلام ده. طبعا انا بقرا لك البرومت عشان تبقى فاهم ان انا بضيف تفاصيل صغيره في الكلام، هي دي اللي ممكن تظبط معايا الدنيا. فهمتني؟ ولكن بقى قبل ما نروح للنتائج، وقبل ما اقول لك ازاي عملت الصوره المصغره، وقبل ما اقول لك كل الحاجات القويه اللي لسه هقولها لك، احنا لسه ما عملناش اي حاجه. عايز اقول لك ان كورس حمدي دلوقتي بقى متاح بعروض قويه جدا. تقدر تاخد الفونت الرابع والخامس والسادس من اصدارات حمدي المدفوعه بشكل مجاني مع الكورس ده، غير ان الكورس متحدث بشكل مستمر. نزل له تحديثات قويه الفتره اللي فاتت، ولسه هينزل له تحديثات اقوى الفتره الجايه. وزي ما قلت لك من اقوى المميزات فعليا ان كل التحديثات دي بتجي لك بشكل مجاني بعد الاشتراك. يعني انت بتدفع قيمه الاشتراك لمره واحده، وكل اللي جاي بيجي لك بشكل مجاني تماما. فبس يا سيدي سيبك مع الفيديو تسويق لاقل من دقيقه ونرجع مع بعض مره ثانيه. طيب هتقدر انك تعد معايا المميزات اللي بقت مع كورس حمدي دلوقتي؟ مبدئيا نسيت الكورس بيشمل 4 كورسات زي ما قلت لك: السوشيال ميديا والمطبوعات والتسويق الذاتي اللي هو ازاي تجيب عميل وازاي تسوق شغلك بطريقه احترافيه، ورابعا المونتاج زي ما هو واضح في فيديوهاتي دلوقتي. كل الكورسات دي بتكون من الصفر تماما لحد ما توصلك للاحتراف بشكل سلس وبسيط زي ما متعودين مع بعض. الكورس حاليا بقى بيتحدث وبينزل له اضافات ودروس قويه جدا هتساعدك ان تنقل مستواك من شخص مبتدئ لشخص محترف، والتحديثات دي بتنزل لك بشكل دائم ومجاني بالكامل. يعني بتدفع قيمه الكورس مره واحده فقط، وبعدها بيوصلك كل التحديثات ببلاش. وخد بقى الهدايا اللي بقت مع الكورس دلوقتي. هتقدر تاخد مع الكورس فونت حمدي الاصدار الرابع، الخامس، السادس من الفونتات المدفوعه بشكل مجاني. وفوق كل ده هتاخد باكج مع الكورس 50 جيجا فيها كل الملحقات اللي ممكن تحتاج، وجروب تليجرام واتساب للمتابعه. يعني لو وصلك الكورس وفي اي حاجه مش واضحه او محتاج فيها مساعدتي بتتواصل معايا وبكون معاك ان شاء الله خطوه بخطوه. وبس كده يا سيدي. علشان تعرف كل التفاصيل الباقيه هتلاقي رقم واتساب ظهر قدامك دلوقتي، تقدر انك تتواصل معايا عليه، او هتلاقي لينك تحت هتضغط عليه هيحولك للواتساب اوتوماتيك، وهناك هقول لك على كل حاجه. وبس كده. بصوا يا جماعه، يعني بص كميه الجمال. طب بص دي، تعال نفتح دي. بص يعني انا مش هندهش تاني. طيب بص النتيجه دي كده، واعمل زوم كده في التفاصيل. بص الجمدان وصل لفين، يعني انت متخيل؟ طيب تعال اقول لك ازاي عملت الصوره المصغره بتكه زرار. يعني انا ما تعبتش في اي حاجه والله. بصوا كل اللي انا عملته ان انا طبعا بعد ما اتاكدت ان انا قافل هنا اوتو ومعلم على نانو بنانا، ان انا هبدا ابتديت ارفع صوره ليا عاديه خالص زي ما انت شايف. انا قاصصها، يعني قاصص وشي فقط كده بالشكل ده، وابتديت ارفع صوره نانو بنانا 2 بالشكل ده، وابتديت اكتب له محتاج ادمج الصورتين مع بعض. يعني محتاج الراجل يكون جنب كلمه نانو بنانا اللي بالانجلش، ويكون ساند ايده عليها، ويكونوا على كنبه او اي شكل حلو بدمج احترافي. محتاج الصور تكون واقعيه جدا علشان هستخدمها في صوره مصغره لليوتيوب، ومحتاج 5 تناولات يكونوا مختلفين ومنفصلين عن بعض بكواليتي 4K. تعال نشوف علشان انا مش سايبك النهارده. وعايز اقول لك ان شاء الله هنعمل حلقه تانية هلم لك فيها كل الحاجات دي كلها في فيديو واحد بامر الله، وجميع التريكات القويه اللي انت طبعا متعود معايا عليه. فتعال نشوف كده. وبتاكد زرار قدرت اطلع النتيجه دي والنتيجه دي، وزي ما انت شايف الموضوع يا جماعه تحفه فوق مما تتخيلوا بكتير. طيب انا هسيبك انت تجرب الباقي تمام، وتقول لي ايه رايك في اللي بيحصل ده. وكمان زي ما قلت لك ان شاء الله هبدا اجمع لك كل الحاجات الجايه في فيديو واحد علشان ان شاء الله ما يكونش فايتك اي حاجه. المهم لو عجبك الحلقه او كانت فعلا خفيفه وسلسه وزي الفل، ما تنساش اشتراك في القناه علشان اللي جاي ما يفوتكش. كومنتك التشجيع بقى ما تبخلش بده تماما، لايكك للفيديو، والاهم هو انك ما تنساش انك تصلي على النبي. هتوحشني ان شاء الله لحد ما نتقابل في فيديو تاني باذن الله يا صديقي. اشوفك على خير. سلام.